السلام عليكم. النهاردة هنعمل مكرونة وايت صوص بالمشروم. أكلة سهلة واقتصادية، في 10 دقايق هنعملها مع بعض. مش هنحتاج إضافات كتير ولا جبنة ولا أي حاجة، ولا هنستخدم لحمة ولا فراخ في الأكلة. هو مشروم بس، وهناخد منه نفس القيمة الغذائية. أنا نور خالد ودي قناتي. لو عجبك الفيديو متنسيش لايك وكومنت واشتراك في القناة، ويلا بينا نبتدي على الطريقة. اول حاجه عملتها سلقت المكرونه. انا استخدمت 400 جرام مكرونه بالظبط. دي مكرونه اقلام، خدت 10 دقايق بالظبط. بعد كده هعمل الوايت صوص بالمشروم. نزلت بمعلقه كبيره من الزبده، عليهم بصلايه تقريبا معلقتين بصله مبشوره او متقطعه صغير خالص زي ما انا عاملاها. هنقلب بس، يعني هتبتدي تدي لون بسيط. هنتبل البصله بالملح وفلفل اسود، ويفضل لو في فلفل ابيض هيبقى حلو قوي. ودي توابل فراخ، توابل مشكله كده، انا بستخدمها في الاكل بتبقى حلوه جدا. وبعد كده هنقلب، بس مش هنطول في الوقت، يعني مش عايزين البصله تاخد لون. هننزل بالمشروم، ده مشروم فريش وبيتغسل الاول كويس، وبعد كده بيتقطع طرنشات كده بالحجم اللي انت حباه. هنقلب شوية لما تدخل ان هي تدبل شوية. هننزل بيه معلقتين من الدقيق، وهنقلب كويس جدا في المرحلة دي علشان الدقيق ما يكلكعش. وانا اسفة على الصوت اللي بيطلع ده صوت بنوتي الصغير. المهم هننزل باللبن. انا استخدمت تقريبا نص كيلو لبن او 500 جرام من اللبن او الحليب. نزلت باللبن كله، وبعد كده هنقلب كويس جدا. بس هو اللون الاصفر ده شويه، التوابل الفراخ هي بتدي لون ده، لو مش حابينه ما تحطوهوش. بعد كده هنضيف معلقتين كبار من اللبن البودرة، وهنقلب كويس جدا. وبعد كده هنضيف معلقتين كبار من الكريمة اللباني، دي كريمة لباني بودر. بتعزز الطعم، بتخلي طعمه احلى. ولكن لو عايزين نستغنى عنها، لان احنا كده كده مستخدمين لبن او حليب بيبقى كامل الدسم، فمش محتاجينه، لكن هي بتخلي الطعم يبقى احلى. هنقلب كويس جدا، ولما نوصل لمرحلة الغليان دي يبقى هو كده الصوص بتاعنا جاهز. انا بفضل ان انا احط المكرونة وبعد كده احط الكمية اللي انا عايزاها من الصوص بالمشروم. بفضل الطريقة دي عن لما احط المكرونة مع الصوص على طول، علشان المكرونة كده بتعجن. لكن بالطريقة دي المكرونة بتبقى صحيحة معاكي ومتماسكة شوية. بتقدمي جنبها ممكن بطاطس، ممكن تتاكل كده، هي مش محتاجة. هو طبق كله قيمة غذائية. وبألف هنا وشفا. يا رب يكون الفيديو عجبكم والطريقة دي عجبتكم. ما تنسوش الكومنت واللايك، ولو عجبكم الفيديو شيروه لأصحابكم. وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله، ومع ألف سلامة.